الحقيقة التطور مستمر. يمكن اللي أقدر أقوله لك كمثل يحضرني الآن عن تطور تم هو في فئة الشركات الزراعية، لأن لمسنا أن في السابق كانت الجائزة موجهة فقط للشركات اللي تنتج منتجات زراعية، سواء منتجات غذائية أو زراعة تجميلية. لكن هناك عدد كبير من الشركات الزراعية اللي تقدم خدمات دائمة للقطاع الزراعي بتوفير فرضاً معدات أو بتوفير أسمدة أو يعني كل مستلزمات العمليات الزراعية، وهذه الشركات ما كان لها مجال أن هي تتقدم للجائزة لأن محور الإنتاج غير متوفر فيها. فارتأت اللجنة أن هي تغير من الجائزة نفسها وتجعل جزء موجه للشركات المنتجة وجزء آخر موجه للشركات الداعمة. فبالتالي أنا ذي أعتبره تطوير وأعتبره تقدير لأصحاب الشركات، سواء العاملين في المجال الإنتاجي أو العاملين في المجال الداعم. فهذه الآثار الطيبة اللي تحققت من خلال الجائزة. لجان التحكيم حريصين جدا على مراجعة الشروط الالتحاق بالجائزة أو التقدم لها، والتأكيد أن الأثر المرجو يتحقق من خلال هذه الشروط. فالشكر حقيقة لكل فرد في اللجان التحكيم، وأيضا للطاقم الإداري في المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، لأن كل ما شفتوه اليوم تحقق على يدهم لله الحمد. الدراسة هي التعاون مع الدكتورة صباح جنيد في جامعة الخليج العربي. القصد من الدراسة هذه هي قياس مدى فعالية الأشجار المختارة للحملة الوطنية للتشجير في امتصاص الكربون، لأن طبعا أحد أهم أهداف الحملة الوطنية للتشجير هو تخفيف الآثار السلبية للانبعاثات الكربونية. فبالتالي زرع الأشجار اللي لها قدرة أعلى على امتصاص هذه الانبعاثات واللي لها قدرة أعلى على الصمود في جو مملكة البحرين هو الأفضل واللي المفروض تركز عليه جهود. فإن شاء الله نتائج هذه الدراسة مع نهاية السنة بتعلن. دوريتنا دائما من شهر أكتوبر إلى شهر مايو من كل سنة، لأنه هو الوقت اللي مناسب للغرس. فالآن إحنا في طور مخاطبة الجهات المانحة اللي ممكن أن هي تكون حابة تساهم في الحملة الوطنية للتشجير في مرحلتها الثالثة. إن شاء الله يوم السبت عندنا أول فعالية للمرحلة الثالثة بتكون، وبعد ذلك إن شاء الله تباعاً حال ما تينا جهات مانحة للمواقع اللي تم رصدها بنبدأ في تدشينها واحد وراء الثاني بإذن الله. وإن المبادرة هذه يمكن الأثر الرئيسي الملموس هو الجائزة اللي يستلمها الشخص الفائز، لكن الأثر الثانوي اللي هو قياسه يمكن يعتبر أصعب لكن أثره ممكن أن الواحد يلمسه. اليوم إذا تقدموا للمسابقة 25 مزارع وطوروا من نفسهم ومن إنتاجيتهم، معناتها البحرين كسبت 25 مزارع منتج وإنتاجهم يدخل إلى سوق مملكة البحرين ويساهم في سد بعض الحاجات الغذائية لسكان المملكة كلها. فبالتالي هذه أثر وايد طيب. احنا ما يوقف الاثر فقط بس على ان احنا نكافئهم على الزراعه، المبادره ايضا تسعى الى تذليل اي صعوبات يواجهونها في عمليه التسويق، وتواصل في قدر المستطاع في تذليل اي صعوبات تواجههم في ممارسه عملهم. فبالتالي استمراريه المزارعين في انتاجيتهم واستمراريه الشركات الزراعيه في انتاجيتها كلها تصب في الامن الغذائي، خاصه الجهات اللي تزرع محاصيل غذائيه زراعيه. لكن طبعا الطموح دائما أكبر من اللي تحقق. يعني يمكن اليوم عندنا بعض النجاحات اللي صارت بتذليل الصعوبات التسويقية اللي يواجهونها بعض المزارعين من خلال شراكات مباشرة مع كبرى الشركات التسويقية مثل لولو هايبر ماركت ولا رامز، ولا هذه كلها مبادرات سعت فيها المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي لتسهيل عملية التسويق للمزارعين. بس الطموح دائما أكبر، فنشتغل يدا بيد مع وزارة شؤون البلديات والزراعة لتطوير القطاع بقدر المستطاع، بحيث أنه يكون قطاع مجدي ويساهم في الناتج الوطني بشكل أكبر من اللي هو عليه حاليا، وإن شاء الله الجاي أفضل. بالنسبة للبحث هو عبارة عن بحث المكافحة الحيوية ضد فطر اسمه فيوزاريوم سولاني الذي يسبب مرض التدهور المفاجئ لأشجار النخيل. هذا الفطر المسبب لهذا المرض يشكل عبء كبير على المزارع والاقتصاد الإماراتي والبحريني
ودول الخليج بشكل عام. ووصلت الدراسة إلى وجود مكافحة حيوية من تربة الإمارات العربية المتحدة لكي تكافح هذا المرض عن طريق وجود هذا البكتيريا داخل النبات النخيل، والذي يؤدي إلى القضاء على هذا المرض القاضي على أشجار النخيل في منطقة الخليج العربي. الجائزة تتعلق باستخدام النخيل للمياه، وطبعا منطقة الخليج العربي منطقة تعتبر قاحلة، فيها مشاكل في توفر مصادر المياه، وفي مشاكل كذلك في ملوحة التربة والمياه الجوفية. فلذلك كان لازم نتدخل بعمل بحوث تساهم في تقليل الإجهاد المائي، لأن الملح في التربة يعمل إجهاد مائي، بحيث أنه حتى لو توفر الماء في التربة الأشجار لا تستطيع أن تمتص هذا الماء. ولذلك هنالك منتج ياباني هو حمض أميني، يعني صديق للبيئة، وموجود حتى في جسم الإنسان. هذا الحمض الأميني يساهم في زيادة معدلات استخدام الماء، ويحسن من الكلوروفيل في النخيل. فكان هذا البحث في المشاركة في الجائزة في دورتها الثالثة، وحصلنا على المركز الأول بفضل الله تعالى، وأثبت المنتج فعالية كبيرة في زيادة فعالية استخدام الماء إذا وجد هذا الحمض الأميني كسماد. هو طبعا يستخدم كسماد حاليا، وهو مجاز في معظم الدول، ونتمنى أنه كذلك يعني يصبح متاح في مملكة البحرين لكي يزيد من كفاءة استخدام المياه بالنسبة للنخيل. والنخيل يعتبر بعض من أهم الأشجار في المنطقة العربية ومنطقة دول الخليج العربية. The work was carried out in Saudi Arabia about water used for irrigation, treated water, and that will help a lot with agricultural products, since we know now we know the quality of these products. We know if there are contaminants being uptaken by the plants, by the different crops. So I think this work with looking at the quality of the wastewater reuse and treated wastewater, it will be of great help to the region, to the region and to the future crop cultivations around the globe, since more and more we will need to use wastewater for irrigation.